دي بقى يا جماعة أجمل وألذ تتبيلة فراخ مشوية ممكن تاكلوها وتجربوها. شايفين يا جماعة السر في التتبيلة وكل شيء مدروس، تكات وحركات. والجو بتاع الشتاء ده يا جماعة صراحة ما بيحبش إلا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده انا اسفة، انا بعتذر ان ما نزلتش فيديو امبارح، بس والله كان عندي دور برد شديد جدا فما قدرتش يعني انزل معاكم الفيديو. بصوا، اول حاجة انتوا شفتوها انا بسن السكينة كده لما بتبقى باردة معايا شوية على حرف الرخامة. هنا زي ما شفتوا في بداية الفيديو، اليوم ده يوم شوي كده، فقلت نعمل حاجة مختلفة بقى عن الطبيخ في المطبخ والحاجات ديت. فهنا من بالليل كنت بجهز الفراخ عشان خاطر اتبلها للشوي يعني. طبعا بمسك الفراخ بقطعها زي ما انتوا شايفين معايا كده. الورك بقطعه 3 يا جماعة، والصدر بقطعه 2. في ناس بتمسك الفراخ بتشوي الصدر كامل والورك كامل، بس انا عندي الفراخ دي كانت كبيرة ودي اللي كانت موجودة عندي، فبقطعها زي ما انتوا شايفين كده. يعني الصدر كذا حتة والورك وفي الشوي بتبقى احلى على فكرة، وبتستوي كويس جدا بدل ما تبقى من جوه. حتى لو صغيرة انا بحب اقطعها يعني. بصوا الصدر انا بقطع الدبوسة، والحتة الورك دي بقطعها 2 وبشقها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهي دي حتة الورك بقطعها 2 زي ما انتوا شايفين. بفصل الحتة اللي فيها العضماية عن بقية الصدر. ده هنا الصدر كبير. بصوا بقطع الجناح ازاي وبشقه بالسكينة كده. طبعا هنا بشيل الجلد لان ما بقطع الجلد، وبعملها زي طرنشات كده زي ما انتوا شايفين. دي تقطيعة خدوا بالكم منها، باخدها زي طرنشات كده. الصدر يبقى الصدر اتقطع معايا تقريبا دلوقتي 5 حتت. بصوا بعمله ايه، ما بيتهريش وما بيجرالوش اي حاجة، ما تخافوش. بصوا الصدر التاني هقطع لكم تقطيعة تانية برضو. بشيل الجلد زي ما انتوا شايفين. بصوا بقطع الحتة اللي في الاول دي لوحدها وبفتحها كده نصين، وبقطع الجناح وبشقه برضو بالسكينة عشان خاطر التتبيلة تدخل فيه من جوه. وببتدي اقطع برضو دي 3 حتت، بخلي العظمية بحتة لحمة والحتتين التانيين. الصدور دي كبيرة يا جماعة يعني، كبيرة. جبت حاجة صفي فيها، وطبعا بغسل الفراخ وبدل مرة 2 و3. بصوا بقى الدبوسة بشقها بالسكينة مرة و2 و3. بصوا بشقها ازاي. بصوا 3 حتت يعني بشقها 3 بالسكينة، 4 حسب ما انتي عايزة، عشان خاطر ايه وانا بشويها تبقى يدخل النار فيها من جوه فما يبقاش فيها اي دم او اي حاجة. طبعا غسلت الفراخ مرة و2 و3 زي خلاص ما اتعودنا بقى، مش عايزين نقعد نعيد. وبشطب بنضف الحوض كده عشان اعرف اشتغل. جبت عندي هنا طماطم وفلفل اخضر او فلفل حامي اللي انتوا حابينه يعني، وبصلايه كبيره. انا كان عندي الفلفل الاحمر ده، الفلفل الاخضر كان خلصان، فقلت احطه. 3 علب زبادي في الخلاط، 3 علب زبادي. ركزوا معايا، انا عندي كميه الفراخ كبيره، لو فرخه واحده بتحطي علبه زبادي واحده. عندي زي ما انتوا شايفين 3 علب زبادي. وبنزل بالبصلايه بقطعها حتت صغيره معايا كده في الخلاط عشان الخلاط يتضرب معايا كويس. وبجيب قرن فلفل واحد كبير كده حلو، بحطه في الخلاط. وبحط طماطميتين 3 بقى زي ما انتوا حابين. انا قلت لكم ان كميه الفراخ عندي كبيره. شويه خل كتار، ليمونه بقطعها زي ما هي بقشرها. بصوا بقى، معلقه ونص فلفل اسود، معلقه ملح، دي بابريكا معلقه ونص. ليه بحط معلقه ونص؟ عشان الفراخ عندي كتيره. ركزوا. توم بودر معلقه ونص برضو. ده كزبره مطحونه. ده كمون معايا. جنزبيل، احنا عرفنا خلاص اتفقنا فراخ يعني جنزبيل وقرفة. وشوية قرفة، نص معلقة، ما بكترش من الجنزبيل والقرفة.
دي بهارات شوي مش موجودة عادي خالص، بهارات مشاوي مش موجودة عادي اعتبرها ملهاش لازمة. واحدة ماجي او اتنين، انا حطيت واحدة. بصوا بقى، ما بحطش مية، بضرب بالراحة الخلاط، بفك وبشغل وبضرب لعند ما ايه يضرب معايا، لان ما بحطش عليها مية، التتبيلة دي بتبقى هي بس كده. وشوية الخل بتكتريهم شوية، انا عشان الفيديو متسرع مش باين. ده بصل بودر، انا عندي ده جديد بس قلت احط الايه ده، مادام هيتضرب في الخلاط هيتضرب معايا. هو البصل بيكتل يا جماعة، ده مش بايظ، ده بيكتل عادي خالص. دقتها لقيتها عايزة شوية ملح فحطيت ملح زيادة. بصوا اهي بتتضرب في الخلاط، بدوقها في الوقت ده عادي يعني. حطيت شوية زيت عشان يخلي الفراخ تتحمر كويس على النار. بمسك بقى الفراخ حتة حتة وبقلبها بايدي، بدخل التتبيلة فيها من جوه زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة كده بقلبها كويس في التتبيلة دي. انا والله ما عايزة احلف لكم، الفراخ دي بتطلع تحفة بجد. جربوها بالتتبيلة دي، والزبادي بتطريها وبتديها تكة حلوة قوي، بتخلي طعمها طري كده ولذيذ وبتبقى جميلة. بصوا هنا طلعنا فوق نشوف بقى المكان اللي هنقعد نشوي فيه. بتالي انتوا شفتوا السطح ده معانا قبل كده، والولاد بيروقوه يوم ما كان عندهم عقاب فكانوا بيعملوه، الناس اللي متابعة القناة من البداية يعني. طلعنا بقى فوق قلنا نشوف المكان اللي هيختاروه يشووا فيه، فقلت افرجكم على المنظر كده. بس شكله الخضرة يشرح القلب، شكلها تحفة. منظر المية كده انا عمالة اقول لهم انا طمعت على الدور ده، انا هدي الولاد الدور التاني واخد انا التالت. منظر رهيب من فوق صراحة. فهنا بدأوا يختاروا المكان في الوقت ده، هما الولاد بيجهزوا فوق، وانا نزلت قلت اعمل شوية سلطة. بجيب الطماطمية بقطعها 4 وبقطعها شرايح كده رفيعة. دي سلطة المشاوي، جربوها هتعجبكم قوي. الفلفل برضو بقطعه شرايح صغيرة كده، التقطيع بصي التقطيع حسب ما انت عايزة. بصلايه طبعا بقطعتها جوانح، معرفش هي راحت مني الحته دي فين، المهم بصلايه بقطعها جوانح كده. و وخيار معايا بقطعه برضو يعني بشقها من نص 2 وبقطعها بتبقى تخينه شويه. هي السلطه دي بتبقى يعني الخضار فيها متقطع باين كده، ما بيبقاش صغير. سامحوني بقى على التعب ده شويه. وهنا عندي شويه كزبره وشويه شبت، عندك بقدونس حطي، هو عموما اي خضار يعني بيبقى حلو فيها، فده اللي موجود عندي انا حطيته. ليمونه كبيره كده حلوه بحطها عليهم. جبت كوبايه حطيت فيها ميه، معلقه بابريكا ومعلقه كمون، بس بابريكا وكمون وشويه خل حلوين كده بتاع 3 4 معالق خل، وبقلبها بقى. بشوف طبعا الملح وبحط ملح على حسب الكميه، بس انا عندي الكمون عليه ملح عشان كده قلت ادوق وازود لو انا حابه يعني. بغطيها، هنا المية دي بتبقى ساقعة، بغطيها وبحطها في التلاجة الوقت اللي انا حابة استخدمها فيه. هنا جبت زبادي معايا، علبتين زبادي. قلت هعمل طحينة فقلت هعملها بالزبادي. حطيت علبتين زبادي وشوية طحينة وشوية خل، وقلت اضربها كده الاول. بس اكتشفت هنا ان الكمية هتبقى قليلة جدا معايا، والمشاوي بتحب الطحينة يعني. فقلت هعمل بقى الطحينه الكدابه اللي هي بتاعت المطاعم دي، بتدي كميه كبيره وبتوفر معاكي. جبت العيش وخمرته بتاع 10 دقايق كده يشرب من الميه كويس، نزلت بالعيش في الخلاط، طبعا زبادي وطحينه ده اللي انا حطيته هنا، وشويه خل. زودت طبعا شويه خل تانيين. حطيت بقى دي كزبره ناشفه، ودي الخلطه اللي هي كزبره على شطه على كمون، وده شويه كمون، ما بحطش فلفل اسود فيها. فصين توم معايا انا كنت مقشراه وبحطه في التلاجة. ليمونة كبيرة بحطها، الكمية دي بتاعت 3 رغيفة عيش، 3 خمرتهم وحطيتهم هنا زي ما انتوا شايفين. ببتدي اضرب في الخلاط، طبعا هي بتبقى كويسة لان بنزل بالعيش بالمية بتاعته. لقيتها شوية قلت اما ازود برضو، حطيت باقي العيش وحطيت شوية طحينة وليمونة وملح واللي احنا عملناه في الاول بزوده تاني يعني، بس انا زودت الطحينة انا حسيت طعمها شوية كزبرة وشوية خل تاني، وبظبط الطعم بقى انا بدوق وبظبطه ايه. بصوا هنا حاساها تقيله، بدات اقلبها بالمعلقه وايه اهي، شوفوا شكلها بقى طلعت بالشكل ده.
بيبقى طعمها تحفة، احلى كمان من اللي بتجيبوها من المحلات من بره. قلبتها بقى برضو بركنها كده على الرخامة، وبدأت انضف مكاني. الخلاط بمسحه وانضفه كده وارجعه مكانه. بصوا هنا الكهرباء كانت قاطعه، بس طلعت الفراخ قبل ما ابدا شوي بنص ساعه تقريبا، وبدات اقلبها يعني افكها من بعضها. لازم قبل ما اشوي بنص ساعه بطلعها من التلاجة. بجهز بقى حاجات الشوي. الحاجات دي كانت مركونه عندي في الرف، غسلتها. طلعت الشوايه والماسك وشويه ملح باخدهم معايا لو حبيت ازود، والعيش، والولاد بقى يطلعوا على فوق. هنا طلعت لقيت الولاد مظبطين خلاص الايه الحاجات بتاعت الشوي يعني. هسيب لكم بقى الصوت ده تسمعوه شوية، وبعدين هرجع لكم تاني. دي بقى يا جماعة أجمل وألذ تتبيلة فراخ مشوية ممكن إيه تاكلوها وتجربوها. شايفين يا جماعة السر في التتبيلة، وكل شيء مدروس. تكات وحركات، والجو بتاع الشتاء ده يا جماعة صراحة ما بيحبش إلا كده. كريم، زي ما شفتوا بقى كده الاجواء معايا. كانت قاعدة جميلة، وكان الولاد مبسوطين قوي، واللمة بتبقى حلوة. هنا طبعا بنسخن العيش على الفحم كده بيتحمص او بيتحمر. بعد ما خلصنا بقى جبنا كنكة شاي وحطيناها كده في النار، وقالوا هننزل ناكل تحت، مش عايزين ياكلوا فوق يعني. فنزلنا هنا بدأنا نغرف. حطينا طبعا الطحينة في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما اتعودتوا معايا طبعا بغرف، والولاد اللي بيشيل بقى اللي بيحط حاجة زي كده. هنا عندي محمود ليه فراخ معينة كده بشيلها له، والباقي قلت لا، طب انا بدل ما احط في اطباق هم احط في النص، كل واحد ياخد طبق وياخد اللي هو عايزه، بدل ما اقعد اغلب نفسي يعني. غرفت السلطة. صدقوني السلطة دي عجبتهم جدا، طعمها كان حلو قوي قوي يعني. بأمانة جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. هنا بعد ما خلصنا اكل، كنا خلاص وصلنا بالليل يعني. طلعت انا وعلي عشان نجيب نعمل الشاي بقى فوق. لقيت بقى النار لسه، لقيت النار خلصت، معرفش ليه نسيناها او سهينا عليها. هي كانت عايزه فحم زياده، فلقيت البتاع لسه. حاولت المها كده واحط الكنكه تاني بحيث ان هو يطلع يعني الشاي، ما النار ما جابتش صراحه. فحطيت هنا، حطينا معلقتين شاي على الميه. الكنكه كبيره، وقعدت استنى ان هو يطلع. خلاص زهقت بقى من كتر ما قعدنا انا وعلي نستنى، فقلت له لا خلاص هننزل بقى نكملها تحت على البوتاجاز، مش مشكله يعني. فبدأ هو يغطي على النار كده عشان حرام طبعا نسيبها. وبدأت بقى اعمل لهم ايه، حطيت الشاي على النار، وحطيت بدأت احط لكل واحد السكر اللي هو عايزه في الكوبايه بتاعته. وادي الشاي. بصوا كانوا شويه شاي، وحياة ربنا انا مش عايزه اقول انا ما شربتهم في حياتي قبل كده يعني. بتمنى بقى كلكم تجربوا التتبيله بالطريقه دي، صدقوني بجد هتعجبكم ومش هتندموا ان انتوا عملتوها بالطريقه دي. بتمنى بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها.